بنبدأ في جامعة مدينة تشينج، خصوصا في معرض الفنون. بنشوف بطلنا وينجي واقف مركز مع لوحة واحدة بس، هي لوحة زنبق المياه. تاني يوم بتنتشر أخبار بتبديل اللوحة وسرقة الأصلية، وبيجتمع فريق الشرطة بقيادة القائد جيان، وبنعرف إنها لوحة ذو قيمة فنية عالية جدا ورسمها فنان صيني كبير. اتسرقت مرة واحدة في الثمانينات ورجعت من شخص مجهول سنة 2001. تبدأ الشرطة في التحقيق بوينجي لأنه هو اللي اكتشف إنها مزورة. نعرف إنه اتخانق مع الحارس لغاية لما الشرطة جت علشان تحقق. بيجي هنا سؤال، وينجي عارف منين؟ لأن دي حاجة صعبة جدا إن حد يعرفها، خصوصا إنه بيدرس قانون وكمان سنه صغير. وينجي بيكون عنده رد مقنع، وإنه أولا بيحب الرسم جدا، وثانيا إنه حافظ كل إنش في اللوحة الأصلية وبيقول على الفروقات اللي فيه. بعد التحقيق بيكون وينجي المشتبه الأول بسبب هوسه باللوحة. غير كمان إن تم اتهامه قبل كده بسرقة لابتوب من زميله في السكن، واللاب رجع بعدها بيومين، لكن اتشاف إن هو اللي دخل الأوضة قبل ما يلاقوا اللاب. الأهم إن أبوه يوباي حرامي ذكي جدا، ومات غرقان بعد عملية سرقة للوحة مشهورة جدا اسمها لوشين من 12 سنة، لكن لسه ما لقيوش جثته. هو كان الجاني الرئيسي وشريكه اتقبض عليه. وقت الاجتماع بيدخل محامي ومعاه اللوحة اللي اتأكدوا إنها مزيفة فعلا. الخبراء شافوا حاجة كمان غريبة، وهي إن اللوحة ممضى عليها بحبر سري مش متشاف غير تحت إضاءة معينة باسم وينجي. بيروح جيان الجامعة لوينجي وبيواجهه باللي شافه على اللوحة، وبيطمنه إنه عارف إنه مش هو بسبب فرق الخط. ويطلب مساعدته لو يعرف حاجة أو شاف حاجة، لأن واضح إن في حد بيحاول يجره للسكة دي، وممكن جدا يكون من نفس سكة باباه. بيفتكر وينجي إن اليوم اللي قبله لما راح لقى صورة قديمة ليه مع أمه والشباك مفتوح. بيكمل جيان بتشجيعه إنه عاوز يكمل زي ما هو في النور ويبعد عن الضلمة، وبيمشي. لما وينجي بيخرج بيقابل صاحبه فاتي، وبيقول له إنه منتشر عنه في الجامعة إنه سرق اللوحة، بيكون قلقان عليه. مش هو بس، كمان صديقه لين. لكن وينجي بيرد عليه برود وإنه مش متهم. بيروح للشرطة اللي وصلت لكام معلومة بعد التحقيق، أهمهم إنهم عرفوا الكهرباء قطعت، والمولد بياخد بالظبط 18 ثانية علشان يشتغل. في الوقت ده شركة التعقيم كانت موجودة. كمان لقيوا إن في إزاز من السقف اتلزق في خلال الأيام اللي فاتت، والإزاز ده قدام اللوحة، وبيكون شيء مستحيل سرقة لوحة في 18 ثانية. لكن بتقول المحققة شوانج إنه ممكن يكون كلام وينج صح، اللي قال وقت التحقيق إنهم يقدروا يسرقوا أي حاجة من غير ما يدخلوا المكان، مادام توجد العقل الذكي والإمكانيات. بيفتكر جيان إن وينجي اداله وصف دقيق لعملية السرقة، بداية من استعداد العصابة وتنكرها في موظفين شركة التعقيم. واحد فيهم شال الإزاز، ولما الكهرباء اتقطعت بيثبتوا جهاز ممتد بحبل ويوصلوا اللوحة المزيفة، وبدأ اسمها خطاف رباعي بيقدروا يعكسوا اللوحتين وياخدوا اللوحة الأصلية وتفضل المزيفة مكانها. رجعوا الإزاز تاني، وبكده مهمتهم تمت. لما الأمن وصل كان كل حاجة خلصت بسبب وجود اللوحة المزيفة، محدش شك في حاجة. بالليل وينجي بيرسم لوحة زنبق المياه، وبيكون واضح إنها مش أول مرة، لأننا بنشوف لوح كتيرة بنفس الاسم. بيطلع الصورة اللي لقاها على مكتبه، ولغاية دلوقتي منعرفش مين اللي حطها. بنشوف إن مامته لابسة نفس السلسلة اللي متعلقة في رقبته. تاني يوم الصبح بيروح وينجي للقسم لأنه عايز يقدم المساعدة. بيقول لجيان إنه جمع معلومات عن الرسامين المهتمين بنوع الفن ده، وإنه عايز يشوف اللوحة علشان يقدر يحدد. ورغم اعتراض المحقق بانج، لأن جيان بيوافق إن يديله فرصة لأنه بيكون شايف فيه حاجة مميزة. بيطلع اللوحة قدام وينج في حضور خبير. بعد فحص اللوحة، الخبير بيشم ريحة مميزة من اللوحة، ودي بتكون ريحة أعشاب بتطحن علشان تخلي الرسومات أدق وألوانها واضحة. وينج فورا بيقول لهم إن اللي بيستخدم الأعشاب دي عادة بيكونوا رسامين الشوارع، لأنهم بيكونوا عايزين يخلصوا الرسمة بسرعة وبدقة في نفس الوقت. الخبير بيأيده في رأيه كمان، ويلاحظ إن أسلوب الرسم مشابه لطريقة رسامين الشارع. بكده بيكونوا مسكوا طرف الخيط، وبتبدأ الشرطة تدور علشان توصل للرسام. مع الوقت بيقدروا يوصلوا للرسام بقاله يومين ما بيجيش، وده بعد ما قال إنه لقى شغل كويس. في الوقت ده بيشوف وينج صاحبته لين وهي واقفة مع راجل شكله مريب. بنرجع لجيان اللي بيكون قاعد قدام بيت الرسام سوم مستنيه، واللي أول ما بيشوفه بيجري منه. باقي مجموعة جيان بتقبض عليه وبيحققوا معاه، ويقول لهم إن في واحد اسمه وينجي طلب منه يرسم له لوحة زنبق المياه ويمضي عليها باسمه. بس طريقة التعامل هي اللي كانت غريبة، لأنه لقى تليفون في شنطة جنبه. لما رد على أساس يرجع التليفون لصاحبه واتفق معاه على الرسمة، وفي الثانية دي اتحطت شنطة مليانة فلوس وكل المواد اللي هيحتاجها علشان يرسم اللوحة. بمجرد ما يسلم اللوحة هياخد نص الفلوس التاني، كده ما يعرفش شكل الشخص اللي ورا كل ده. بالنسبة للموبايل، رغم انه طلب منه انه يرميه لان سون استخسره فرمى الشريحة بس وادى الموبايل لحبيبته. وبنشوف وينج قدام باب شقته لكن ما بيفتحوش على طول، اتأكد الاول من خيط سميك في حافة الباب، ولما بيشوفها بيفتح الباب وهو مطمن. لما بيدخل البيت بيتفاجئ ان في 3 رجالة جوه البيت. بيتكلم واحد فيهم مع وينجي، وبيكون واضح انه رئيسهم. من طريقة كلامه بيبان انه عارفه من زمان. بيسأله ازاي مش مستغرب من وجودهم. بيرد وينجي عليه انها مش اول مرة، وانه متأكد ان هو اللي ساب له صورته وهو صغير مع مامته. بيقول ان كان بيرجعها له علشان هو صاحب الصورة، وبيقول انه اسمه دينج. وينجي بيدخل على الموضوع على طول، ويقول له ان سرق لوحة زنبق المياه ولبسها له،
وبروح لقسم الشرطة وبنشوف جيان وفريقه بيتكلموا في القضية، وإن لغاية دلوقتي كل الخيوط بتشير لوينجي. جيان بيقول لهم يتكلموا بناء على الدلائل، يوصلوا للتليفون اللي مع حبيبة سون، يمكن يوصلوا لأي معلومة من علبة سجل التليفون. بنرجع تاني لبيت وينجي، ودينج بيتحدى وينجي إنه يثبت إن هو اللي سرق اللوحة، لكن ما يعرفش مهارات وينجي لغاية دلوقتي. بيقول له إن اللي قاعد هناك ده الهاكر بتاع العصابة بسبب حركة من إيده من ساعة ما قعد، والتاني اللي وراه شافه قبل كده حوالين العمارة، طبعا علشان يعرف مداخل ومخارج الشقة وأماكن الكاميرات علشان يتجنبها. دينج بينبهر بتركيزه في كل حاجة حواليه، وبيقول له إنه وارث عيونه الحادة من أبوه. وينجي بيستغرب إنه كمان عارف باباه، وبيسأله لو هو اللي اداه الصورة وحكاية الصورة بالظبط. دينج بيرفض يقول له حاجة ببلاش وبيطلب مساعدته. وينجي قبل ما يسمع هو عايز ايه بيقول له انه مش حرامي، ودينج بيقول له يعيش عيشة اهله واهله كلهم كانوا حرامية. وينجي بيفضل ثابت على كلامه وبيقول له انهم اختاروا طريقهم وشفنا اخرتهم، وكمان عايز يختار طريقه. وبيتفاجئ ان في واحد بيطلع من الحمام وبيكون نفس الراجل اللي كان واقف مع لين الصبح. وينجي بيهدده يبعد عنها، بيرد عليه انه يوافق لو مش عايزها تتأذي. وينجي بيهدده بالشرطة، لكن الأربعة بيضحكوا عليه وبيقولوا له يحاول. بيقول له واحد فيهم إنه لسه قايل عنه إنه الهاكر بتاع العصابة، وأكيد فصل كل الكاميرات قبل ما يدخلوا البيت. ودينج بيقول له إنه دلوقتي عارف نقطة ضعفه وهي لين، وأكبر دليل على اهتمامه بيها إنه أول ما حس بخطر حواليه بقى يعملها وحش وبيتجاهلها علشان يحميها. بيكمل دينج كلامه إنه دلوقتي جايب له هدية، وهي اللوحة اللي هو بيحبها زنبق المياه من بيته. في نفس الوقت بنشوف جيان بتجيله مكالمة عن سجل مكالمات سون. مفاجأة ان المكالمة جت من تليفون ارضي متسجل في شقة وينجي. وبنرجع تاني لشقة وينجي، ودينج بيقول له ان الشخص اللي رسم اللوحة المزيفة اتقبض عليه من ساعة، وبيقول له على الخطة اللي عملها واكيد وصلت للحكومة، وبكده الادلة كلها ضده. بالكتير في خلال نص ساعة الشرطة هتيجي تقبض عليه. بيمشي وبيقول له ان عنده وقت يدور على اللوحة. لما بيحاول يروح وراه بيوقفوا واحد منهم وبيهدده بلين. بيبدأ وينجي يدور على اللوحة وهو متوتر جدا. بيلاحظ ان في برطمان زاويته متغيرة. بيرفع المفرش بيلاقي آثار آدم. بيبص لسقف المطبخ. في نفس الوقت بيوصل جيان. بيطلع وينجي وبيشيل جزء من السقف وبيلاقي صندوق وفيه اللوحة. في اللحظة دي بيخبط عليه جيان، ولما بيفتح له ما بيقولش السبب الحقيقي، وبيقول له ان كان معدي عادي. وبيدخل بيشوف رسومات كتيرة لوينجي للوحة زنبق المياه، وبيعرف ان وينجي مخبي اللوحة الأصلية وسط اللوح اللي رسمها. كل ده وينجي في قمة توتره، لكن عارف يتحكم في نفسه. بيبدأ جيان يسأله كان فين يوم 24 الشهر اللي فات الساعة 4 تقريبا، وده نفس وقت المكالمة. وينجي بيفكر شوية وبيطلب منه يستناه، وبيروح وبيجيب التاب بتاعه اللي فيه جدوله اللي بيثبت انه كان في نشاط تسلق الجبال. وبعد كده بيسأله عن يوم 9 في الشهر الحالي الساعة 2 الظهر. بيقول له انه كان بره لانه كان بيشتري معدات الرسم. بيقول له اسم المحل، ولما بيستغرب جيان انه فاكر بيقول له ان صاحبة المكان كانت محددة الوقت ده بالتحديد لتوفير اللون اللي هو عايزه من المخزن، حتى كان كاتبه في التقويم علشان يفتكر. بيطلب منه يديله رقم التليفون الارضي علشان لو محتاج يعرف يوصله. بيقول له وينج انه ما عندوش رقم ارضي، لكن جيان بيقول له يتاكد. وينج علشان ياكد له بيكلم صاحب الشقه اللي مأجر منها وبيساله عن التليفون الارضي. صاحب الشقه بيقول له ان العده كانت قديمه فرماها، ولو محتاجها يبقى يشتري واحده جديده. بيعرفه مكان السلك بتاع العده ورا خزانه الخشب اللي موجوده، وبيروح هو وجيان وبيلاقي السلك موجود، لكن وينج ما بيكونش عارف عنها حاجه. بيساله وينج هو ايه اللي حصل اليومين دول. بيقولوا انهم لقوا رسام المزور. بيساله لو يعرفه. طبعا وينج بيقول انه ما يعرفوش. بيقول له جيان لكن هو يعرفك لان لو طلب منه يرسم اللوحه قال له اسمك. بيدافع وينج عن نفسه، وجيان بيقول له انه عارف وانه هيمشي. لما بيمشي وينج بيتنفس اخيرا. تاني يوم الصبح بيخرج وينج بيكون وراه حد من رجال الدينج. لما بيوصل الجامعه بيجي فاتي وبيساله لو الشرطه سالته تاني عن اللاب، وبنعرف انه هو اللي سرقه، ووينج يتحمل اللوم علشانه. في نفس الوقت بيجي لجيان غدا من نفس المطعم اللي بيشتغل فيه وينجي رغم انه ما طلبش حاجه. مع الاكل في صوره مرسومه للاربع رجاله اللي دخلوا بيته، كاتب له انهم سرقوا اللوحه وكان عنده في البيت اللوحه في سقف مطبخه. كتب له اسم دينج لان الاسم الوحيد اللي عارفه، وبيفتكر جيان ان شريكي وباي ليه نفس الاسم. بيلاقي اللوحه الاصليه في وسط الاكل، وبيطلب من بانج انه يراقب وينجي لانه مش خارج دايره الشك، وكمان يشوفوا مين الدليفري اللي جاب له الاكل وخط سيره. كمان يكشفوا على الاربع اشخاص اللي معاهم صورهم، واخر حاجه يجيبوا فانج علشان يكشف على اللوحه. اما عند وينج في المدرسه فبيشوف الراجل واقف مع لين تاني بيجري عليها وبيسالها كانوا بيتكلموا في ايه، فبتقول له ان الراعي المهرجان اللي هتعمله الجامعه ويعرفها على رعاة تاني. وينج بيطلب منها تبعد عنه خالص وما تثقش فيه وما تخرجش الايام اللي جايه. تسمع لين كلامه لانها بتحبه وبتوعده كمان. في القسم في الاجتماع التاني كل واحد جاب المعلومات المكلف بيها، واولهم اللوحه الاصليه بعد كشف من الخبراء بخصوص الدليفري بقى. فاخد الاكل من المطعم وجه على القسم على طول ما وقفش خالص. وينج كان في المطعم وقت تسليم الوجبه، وجيان بيؤمر بالقبض على وينج علشان يحقق معاه تاني. اخر حاجه بنعرف اسماء الاربعه وهم مين. الاول دينج، وده ليه سجلات سرقه كتيره ورئيسهم واغلب سرقاته لوحات اعمال فنيه، واتقبض عليه في قضيه قبل كده ودخل السجن 10 سنين ولسه خارج من سنه. تاني شياوفي،
وده متخصص في سرقة المباني العالية، سجن قبل كده برضه لمدة 4 سنين وبرضه لسه خارج من سنة. تالت وانج وده الهاكر اللي قدر يخترق أنظمة الشركات كتيرة واتسجن لمدة 3 سنين وخرج من 6 شهور. التلاتة دول كانوا في نفس السجن. بالنسبة للرابع اللي بيحاول يقرب من لين فاسمه داو، ملوش أي معلومات جنائية. وقت ما المحامين بيتناقشوا جزء بيدافع عن وينج والتاني بيلومه. بيكون جيان بيفكر ان الاربعه بقدراتهم قادرين فعلا ينفذوا المهمه، دينج بذكائه، وانج الهاكر اللي فصل الكاميرات، وشاو في اللي يقدر يوصل للمباني العاليه بكل سهوله. بيجي هنا السؤال، لو كلام وينج صح ليه بعد ما سرقوا اللوحه يحطوها في شقته؟ المفروض يبيعوها علشان يستفادوا. بيفكروا ايه الرابط بين وينجي واللوحه، وبيفتكروا ان وينجي قال انه بيحب الزئبق المياه جدا، حب امه فيها. وبيفتكر جيان ان اللوحه دي اتسرقت في الثمانينات ورجعت تاني في سنه 2001 من واحد مجهول. الغريب في التاريخ ده انه عيد ميلاد وينجي. نرجع للجامعة وبنشوف وينجي بيواجه داو. في القسم بتيجي مكالمة منه لجيان، ولما بيرد بيسمع كلام بين وينجي وداو وتهديده بأذية لين. بيسأله داو على قراره، بيرد عليه انه ما سابلوش فرصة للاختيار بعد ما حط اللوحة في شقته. داو بيقع في فخه وبيقول له انه كويس انه عارف انه لازم يوافق ويسمع كلام دينج، لكن للاسف داو وهو بيتكلم بيلاحظ السماعة وبياخدها علشان يسمع اللي بيشغله. وينجي بذكاء وهدوء بيقفل المكالمة وبيشغل اغاني. لما بيسمع داو الاغاني ما بيطمنش بنسبة 100% وبيطلب موبايله. بيشوف سجل المكالمات وبيلاقي اخر مكالمة من وقت طويل لصاحبه بيطلب وينجي منه ياخده لدينج. في نفس الوقت بيكونوا الضباط حددوا مكان وينجي، بيراجعوا الكاميرات وبيشوفوا ان وينجي ركب مع داو العربية، واللي مش بيشوفوه انه بياخد منه التليفون وحطه في علبة محكمة وبيديله حاجة يغطي بيها عينه. بيوصل الخبر لجيان ان الشبكة في تليفون وينجي اختفت فجأة. بتشوف ان جيان عامل حسابه وبيكلم المحقق هاو اللي بعته للجامعة وبيقول انه قدامه 3 دقايق. كمان بيتواصلوا مع المرور علشان يبعتوا العربية، ده بيساعدهم يوجهوا هاو لطريق العربية عشان داو عمال يلف عشان يبعد عن المراقبة. بتوصل عربية تانية وجيان بيخلي هاو يمشي في طريق تاني وعربية تانية بتكمل مراقبة. بيتفاجئوا انه داخل لجراج، بيوجههم جيان انه عربية تفضل وراه والتانية تروح للمخرج. داو بيعرف يهرب من اللي بيراقبوه جوه الجراج، والمراقبين اللي مستنيينه بره الجراج ما بيشوفوش العربية وهي خارجة. على طول المحققة بتتابع خط سير العربية عن طريق الكاميرات اللي في الجراج، لكن بيجي في جزء بتختفي العربية. كاميرا المراقبة ما بتسجلش خروجها، وده معناه انه لسه جوه بس واقف في مكان كاميرات مش جايباه. حاول بيلف المكان كله لكن مش بيلاقيه اطلاقا. فورا بيطلب دعم تروح تنقذ الامر، لكن قبل ما المحققة تروح تنفذ الامر جيان بيوقفها. ده لانه بيشوف شاحنة كبيرة بتخرج من الجراج. لما بيشوف وقت تدخلها وخروجها بيلاقي الفرق ما بينهم دقيقتين، وشكه بيطلع صح وفعلا عربية بتكون جوه الشاحنة دي، وده بيفسر سبب انهم مش لاقيين العربية في الجراج كله. يوصلوا اخيرا لمكان وجود دينج واللي بيكون عبارة عن ورشة لتصليح عربيات، ودينج بيدخل في الموضوع على طول بما انه فاهم ان وينجي خلاص وافق. يوري له صورة واحد اسمه لياو، وده صاحب مجموعة شركات كبيرة عنده هوس واحد بس وجمع الحاجات الثمينة. من كتر خوفه ان يفقدها موظف اكبر مجموعة امن محترفة لتأمينها. مش بس كده، ده كمان محدش يقدر يدخل غيره لان الباب بيتفتح ببصمة وشه بس. عشان يقدروا يدخلوا المكان محتاجين مفتاح مميز ولوحة زنبق المياه. وبيكمل دينج خطته انهم هيبيعوا اللوحة للياو. بيجي هنا السؤال الاهم، حتى لما يبيعوا اللوحة هتساعدهم ازاي يوصلوا لباقي الحاجة؟ بنيجي بقى وينجي بيقول لدينج ان خطته كلها مبنية على حاجة مش اكيدة، وممكن جدا لياو ما يشتريش اللوحة خصوصا بعد الضجة اللي حاصلة من الشرطة عليها. بيصدموا دينج وبيقولوا انه اكيد هيشتريها، والسبب وجوده لانه بيثق في باباي ابوه جدا. بيكون رد وينج زي العادة ان هو وابوه شخصين مختلفين، ده غير ان هو ولياو ما يعرفوش بعض. بيقول دينج انه حل المشكلة دي وبعت صورته للياو. لما عرف هو مين رتب ميعاد فورا علشان يقابله. بيوافق وينج انه يساعدهم بس بشرط انه يحكي له القصة ورا صورته ويسيبه في حاله، فبكده لازم يجيبوا اللوحة. يروح داو مع وينجي لبيته، وطبعا ما بينساش دينج انه يحذره يعمل اي حاجة غلط. لما بيوصلوا البيت وينجي بيكون في قمة توتره لانه سلم اللوحة، وبيدخل داو على طول ويدور بين اللوح. وينجي بيلاحظ ان المفرش بتاع الترابيزة مش زي ما سابه، كمان في سكين على الترابيزة. بيطلع على الترابيزة وبيطلع اللوحة من نفس المكان. بيروح علشان يقفل الشباك اللي مفتوح، وبيشوف جيان واقف جنبه بيشاور له على سماعة تحت العلبة. بيمسك الصندوق وبحركة سريعة بياخد السماعة وبيحطها في جيبه. يحط العلبة في شنطة كبيرة وبينزلوا، وبيكون العمارة متحوطة بالشرطة. بيفتكر جيان كلامه مع رئيسه ان وينجي اثبت حسن نيته لما رجع اللوحة للشرطة، وان اكيد دينج بعت اللوحة علشان عنده دوافع خفية، وعشان يعرفوا يوصلوا لها لازم يرجعوها. رغم ان جيان لسه مش واثق في وينجي الا انهم بيقرروا ينفذوا الخطه. بنشوف داو وكمان مش واثق في وينجي وبيديله غطا للعين. بيستغل وينجي الفرصه وبيحط السماعه في ودنه، وهو بيراقبهم تاني لكن بيحافظ على مسافه طويله ما بينهم علشان داو ما يشوفوش. وبيبدا جيان يتواصل مع وينجي يتاكد انه سامعه وبيطلب منه يكح. ولما بينفذ جيان فورا بيفهموا ان السماعه اللي لابسها دي هتخليهم يسمعوا كل اللي بيحصل حواليه علشان يعرفوا خطه دينج بالظبط. اهم حاجه انه ما يعرضش نفسه للخطر. عشان يتاكد ان سمعه بيطلب منه يتكلم مع داو. بيوصلوا للورشه والشرطه بتعرف المكان.
اول ما بيدخل وينجي للورشه التواصل بيتقطع بينه وبين جيان، ودينج بيتاكد من اللوحه وبيقول له وينجي انه لغايه دلوقتي مش عارف ازاي هيعرفوا يدخلوا المخزن. بيطلع جهاز صغير جدا لتشويش الاشارات والفصل اجهزه الامن، وده هيخلي نظام الامان يفصل كده يقدروا يدخلوا. بيعرفوا ان ميعاده مع لياو كمان نص ساعه، علشان هو صغير لازم يعلمه كام حاجه علشان يعرف يتعامل مع لياو، وبيقعد معاه لوحده. بعد شويه بيخرج وينجي وداو علشان يبيعوا اللوحه. بيوصل الخبر لجيان اللي بيسلم المراقبه المجموعتين، وبيجرب تاني يتواصل مع وينجي وبيقول له انهم فقدوا التواصل اول ما دخل الورشه. وينجي بيتعامل بذكاء وبيكلم داو وبيقول له ان دينج قال له ان لياو هيشتري اللوحه طالما هو موجود. ساله عن العلاقه بين ابوه ولياو علشان يبقى فاهم قبل ما يقابله انهم ممكن يطلعوا اعداء. الرساله وصلت خلاص، وجيان ورجالته بيبداوا بالبحث عن لياو. بيسال وينجي تاني عن الجهاز اللي اتكلم عنه دينج، وان رغم صغره لانه يعطل نظام الامن، جيان بيسال ظابط معاه عن الجهاز اللي اتكلم عنه وينجي، لكن ما بيكونش عنده معلومه جاهزه ولازم يدور عنه الاول. ساله داو هو دينج كلمه في ايه لوحده، حذره جيان انه حاول يطلع منه بمعلومه وانه ياخد باله ويبقى حذر. وينجي بيسمع كلامه وبيقول له انه قال له يبقى حذر وما يقولش حاجه لحد. وصلوا المكتب لياو بيكون لازم يتفتشوا الاول، متخصص بياخد اللوحه علشان يتاكد انها اصليه. وينجي بيستغل خناقه داو مع الحارس وبيرمي السماعه بسرعه وبتفصل. بعد التفتيش بيدخل وينجي لوحده. في نفس الوقت بيراقبوا اللي بيحصل جوه المكتب بالطياره الالكترونيه متثبت فيها كاميرا. بندخل لجوه المكتب وبيبدا لياو كلامه مع وينجي انه كبر، وده بيخلي وينجي يستغرب ان هو كمان عارفه. بيقول له انه شافه مره واحده بس يوم ولادته، وفي الوقت ده كان محتاج من باباه حاجه بس للاسف مات. بيسأل عن السعر اللي عايزه قصاد اللوحه. بيفتكر وينجي تحذير دينج ليه السعر لازم ما يبقاش عالي قوي ولا قليل جدا، وبيطلب من وينج 3 مليون يوان. لياو بيشوف ان السعر عالي جدا لان على قيمه للوحه دي 1.5 مليون، ويرد عليه ان المجهود اللي اتعمل للسرقه مش قليل. ويرفض لياو، لكن وينج بيثبت على كلامه رغم ان ده عكس تعليمات دينج. بيهددوا لياو انه ممكن يبلغ عنه. افتكر دينج لما قال له في الحاله دي ان ابوه كان هيتحداه انه يحاول. فعلا الخطه بتنجح، ولياو بيحس انه بيكلم بوياو يوافق انه يديله المبلغ اللي هو عايزه. بياخد وينجي الشنط وهو خارج بيقول له لياو حاجه غريبه جدا، يعني صعبان عليه وما بيفهمش وينجي قصده. بينزلوا الجراج لكن بيركبوا عربيه غير اللي جم فيها. طبعا ده بيخليهم يختفوا عن عيون الشرطه، وجيان بيوجه ها وباقي المراقبين ان جزء منهم يروح للورشه والجزء التاني يحاول يوصل للعربيه. جيان بيكون متوتر لان حياه وينجي بقت في خطر، وبيحاول يوصل برضه المعلومات دي لرئيسه علشان يغيروا العمليه. بيرجع وينجي بالشنط وبيديها لدينج وبيقول له ان كده تمم الصفقه من جهته. دينج بيقول ان لسه محتاجه معاه بالليل وبكده يبقى تمم الصفقه، وطبعا وينج ما بيكونش عنده الفرصه للرفض. اما في القسم فبنعرف ان بعد الصفقه اتقابلوا مع لياو واعترف انه اشترى اثريات بشكل غير قانوني، ووافق على مساعدتهم في القبض على اللصوص. قدروا يحللوا الجهاز اللي حطه دينج في اللوحه، واكتشفوا ان الجهاز ده مش للتشويش، لان اصلا لياو محدث انظمه الامان عنده ضد التشويش الكهرومغناطيسي، واكيد حد بذكاء دينج مش هتعدي عليه حاجه زي كده. الجهاز ده اشتغل، لكن الجهاز ده جهاز اشتعال بمؤقت من على بعد ومظبوط على الساعه 1، ولما اللوحه تتحرق هتشتغل اجهزه الانذار، وبكده هتفصل الكهرباء وتعطل كل الانظمه الامنيه بشكل تلقائي. معاهم وقت 6 دقايق بس علشان يخلصوا العمليه وكل حاجه هترجع لطبيعتها. شفنا قدرتهم في سرقه اللوحه في 18 ثانيه، فاكيد مش هيصعب عليهم ده في 6 دقايق. بيجي وقت تنفيذ العمليه وبيخرج داو بالعربيه وراه كل فريق المراقبه، وطبعا بيلف شويه قبل ما يوصل للمبنى. الغريب ان بيعدي من قدام المبنى وبيلف حواليه وبيقف في شارع جانبي. بتنزل محققه علشان تشوف العربيه، وتشوف ان العربيه فاضيه ما فيهاش غير داو بس، وما فيش اي حاجه مريبه في المبنى. فورا بيروح جيان وبيقبض على داو اللي بينكر انه يعرف دينج اصلا، لكن بياخد موبايله وبيحاول يكلم دينج فبيكنسل عليه وبيرمي الشريحه. في الوقت ده بيكون معاه باقي فريقه وينج في المبنى، وبيخدروا الحراس وبيطلعوا في الاسانسير للدور الاخير، وده مبنى قدام المبنى اللي فيه الخزنه. وطريقة وصولهم للمبنى من السقف، وده عن طريق حبل العبور اللي بيستخدم في الجبال ومزلاق علشان يتثبتوا في الحبل. أول واحد بينتقل للمبنى التاني هو شياو، لكن في نص الحبل المزلاق بيقف، يكون الوصول للمبنى بالتسلق بإيده وبرجله. وبعد وانج اللي بيحصل معاه نفس الحاجة، بس شياو بيزقله مزلاج وبيمسكه، وانج بيشده وبيوصل أسهل. بعده وينجي اللي بيوصل عند نفس النقطة، لكن شياو ما بيزقلوش المزلاق وبيبصله بتحدي وبيفضل متعلق في الهواء. في نفس الوقت جيان بيكون في أقصى حالة يأس ليه بسبب إنه قلقان لأن لغاية دلوقتي كل حاجة طبيعية. بيكون فاضل دقيقة على الساعة 1، وجهوا كل القوات إنهم يروحوا للخزنة، وأول ما يشوفوا العصابة يقبضوا عليهم فورا. أهم حاجة يرجعوا وينجو بأمان. بنرجع لوينجو اللي متعلق في الهواء، لكن ما بيأسي وبيتحرك على الحبل باستخدام ايده ورجله، وبيوصل بعد معاناة. بعده بيوصل دينج، بس طبعا شياوفي بيشده. بيطلب من وانج انه يسرع عملية الجهاز بدل من دقيقة ل50 ثانية، وبيبدأ يتوجه لمكان الخزنة، وفرق الشرطة بتتوجه للخزنة. في الوقت ده بيكون الجهاز اشتغل ولوحات اتحرقت، والخطة بتكمل والكهرباء بتتقطع مع تشغيل أنظمة الإنذار. ويوصل جيان وفريقه قدام الخزنة والكهرباء بترجع تشتغل. بيوصل لياو وبيفتح الخزنة، والمفاجأة مفيش حد جوه ولا حتى أثار لمحاولة سرقة حاجة. دينج ورجالته بيكونوا في مكتب لياو، والهدف من الأساس الخزنة اللي في المكتب.
عمل كل ده لان المكانين على نفس شبكة النظام، وبتولى دينج فتح الخزنة اللي بتكون مليانة بالملفات وفيها جهاز كمبيوتر. وبالنسبة للدينج بتكون الأوراق دي مهمة ليها قيمة أكتر من الأثريات اللي في الخزنة، وبياخد نسخة من كل الملفات اللي في الجهاز. في نفس الوقت ده بيكون جيان عمال يفكر في اللي حصل. في احتمالين، الأول إن دينج لغى العملية مع إن ده صعب جدا لواحد بطريقة تفكيره، أو إن الخزنة ما كانتش مهمته من الأساس. بيطلع وبيسأل لياو لو في مكان تاني بأهمية الخزنة، والرد بيكون لأ، فبيمشي جيان. فورا لياو بيفتح موبايله علشان يتأكد من حالة المكتب والخزنة اللي فيها، وبيلاقي كل حاجة تمام لأن وانج مهكر الكاميرات. نرجع تاني لدينج اللي بيطلب من وانج إنه يبعت الملفات لإيميل بيديهوله، وبعد ما بيبعت بيحرق الورقة. بيطلب منه يمسح السجل وبيحرقوا الهاردات بتاعة الجهاز. وينج بيسأل دينج هو جايبه ليه لأنه ملوش دور في القصة كلها، وفجأة بيكهربه في ظهره وده بيخلي حركته تتشل. يقول لدينج إن أبوه عمل فيه نفس الحركة دي وبسببه اتسجن 10 سنين بسببه، وبيسيبه في الخزنة وهو خارج وبيقول له إن كده هيجتمع مع عيلته. بيحط مسمار في مسار قفل الخزنة وبيقفلها وبيشغل تفريغ الهواء، وبيسحب وينج لغاية الباب بصعوبة لكن بيفشل إنه يفتحه ونسبة الأكسجين عمالة تقل. بيرجع لمصدر الكهرباء وبيقلع السلسلة بتاعته وبيدخلها في البريزة. ده بيخلي يبقى فيه إنذار إن في جسم غريب، وللأسف هو بالكهرب. جيان بيكون قاعد مستنى أي معلومة من الفرق اللي بيمشطوا المكان، لكن مفيش حاجة لغاية دلوقتي. لما بيلفت نظره نقطة حمراء، ولما بيعرف إنها من مكتب لياو بيجري على هناك ويوجه كل الفرق على هناك. ولما جيان بيوصل قدام المبنى بيجيله خبر إن حرس المبنى اللي قدام المبنى اللي فيه المكتب اختفوا. هنا بيفتكر كلام وينج لما قال له طالما في عقل مدبر ومعدات متطورة تقدر تعمل اللي انت عايزه من غير ما تتواجد في مكان السرقة. ده غير كمان ان في عضو مهم وهو شياو في المتخصص في سرقة المباني العالية. دلوقتي ده بيكونوا الثلاثة في الاسانسير نازلين، ولما بيوصلوا للدور الارضي بيتفاجئوا بالشرطة قدامهم بقيادة جيان. اول سؤال بيسأله لدينج عن مكان وينجي، بينكر انه يعرفه من الاساس. بيفتكر جيان الانذار اللي اتفعل وانها ممكن تكون اشارة من وينجي. بيروح على المكتب مع لياو وبيستخدم بصمته، لكن الباب ما بيفتحش حتى بعد دخول الباسورد لسه الباب مش راضي يفتح. بيلاحظ جيان الاشارة اللي على الشاشة وبيلغيها اول ما بيعرف انها لتفريغ الهواء، وكده على الاقل يرجع مصدر اكسجين تاني رغم ان وينج بيكون مغمى عليه جوه. بيفتكر وينج ان ابوه كان بيعلمه انه يحافظ على نفسه تحت الميه، وبيفوق اخيرا وما بيفتحوا الباب وبياخدوه على المستشفى على طول. بعد الكشف الدكتور بيقول لهم ان الصاعقه اللي اخدها اثرت على قلبه، ده غير ان الاكسجين قل في جسمه وهيخلوه تحت الملاحظه. بيجيله مكالمه من شوانج وبتقول له على حاله الكمبيوتر. الغريب ان اليوم ما يعرفش دينج، وبالتالي ما يعرفش ليه بيعمل كل ده. المحامين بتوعه رافضين استجوابه كمتهم لانه حتى لو اشترى مسروقات فهو تعاون مع الشرطه، وهو دلوقتي ضحيه لانه اتسرق جهازه اللي عليه شغله كله اتدمر، وبكده ما يكونش عندهم حد يعرفوا منه المعلومات غير دينج. بعد كده بنشوف اللي انبعت له البيانات من دينج لكن ما بنشوفش وشه، لكن الحاجه الوحيده المميزه انه ماسك عصايه من فضه. تاني يوم الصبح بيروح جيان يزور وينج في المستشفى، وبعد ما بيطمن عليه بيحكي له وينج اللي حصل في الخزنه. وينج بيكون متضايق ان اللوحه اتحرقت، فبيفرحوا جيان وبيقول له ان اللي اتحرقت لوحه مش اصليه من بتوعه وانهم بدلوها بعد ما اتكلموا مع لياو. وبكده بيروح جيان للقسم وبيستجوب دينج اللي الاول بينكر كل حاجه، لكن مع استفزاز دينج ليه طلع بعد كده انه شغال عند حد. ولما بيتكلم عن وينج بيقول انه ما ماتش، بيستغرب دينج انه ازاي ما ماتش رغم اللي عمله، وبيفتكر المسار اللي سابه. بيقول انه عمل كده علشان عايزه يرتاح لان تصرفاته مش تصرفات ولد في الجامعه وسرقه بتجري في دمه، وفي يوم من الايام هيبقى مكانه تحقق معاه. جان بيكون عند رايه عكس كده تماما، انه هيكون انسان كويس وهيكون عيله ويشتغل بعد ما يتخرج ويعيش حياه طبيعيه ملهاش علاقه بابوه. النهارده بعد اللي عمله هو بطل ساعد الشرطه في القبض على المجرم. بيطلب منه يمضي على اقواله علشان يرجع الحجز. نينجا قبل ما يمضي بيقول له ان كلامه حرك فيه حاجه، وبيقول له ان لو عايز يعرف مين اللي بعته هيقول لشخص واحد بس هو وينجي. جيان ما بيكونش عايز يدخله في اي حاجه تاني، فدينج بيقول له جمله بتخوفه انه هيندم بعد الليله دي. وبيفضل جيان يفكر في كلامه وبيكلم وينج وبيديله حق الاختيار. اما الناحيه التانيه بنشوف واحد قاعد في عربيه وبيوجه حد تاني مهدد قنبله، ولما بيديله حاجه اللي احنا لسه ما نعرفهاش بيلغي القنبله. بيروح للقسم وينج بيوافق انه يتكلم مع دينج، لكن كلام دينج ما فيهوش معلومه مفيده لانه ما يعرفش شكل الشخص اللي بعت له الحاجه ولا فاكر الايميل، وبيديهم خيط واحد بس وما زاد تم من 3 شهور. بيتكلم انه مش جايبه علشان المستندات لكن علشان الحاجه اللي سابها في شقته. كلنا عارفين ان قصده على صورته مع مامته، لكن اللي حواليه فاكرين انه بيتكلم عن اللوحه. فجأة بيغني أغنية من الأوبرا الصينية، ولو دي حاجة غريبة فرد فعل وينج بيكون أغرب لأنه بيفضل يخبط في الكرسي ويزعله علشان يسكت. جيان بيحس إن في حاجة غلط وبياخد وينج على جنب علشان يفهم ماله، وبرضه بيطلب من محقق إنه يدور ورا الحاجات اللي قالها دينج. بياخده يوصله للمستشفى وبيحاول يطلع منه بمعلومات، لكن وينج ما بيقولش حاجة. بيطلع وينج وعمال يفكر في كلام دينج اللي كان بيتكلمه بلغة اسمها شفرة موريس، ودي عن طريق نقرات الإصبع، وبيفتكر إنه قال له إن أبوه لسه عايش. في القسم بعد ما بيراجعوا المعلومات اللي قالها دينج بيكتشفوا إن الحاجة الوحيدة اللي تبع الصين اللي اتباعت في المزاد
هي عقد دموع آلهة القمر وتمنها غالي جدا يقدر ب6 ملايين، واللي اشتراها صيني مجهول. قرر انهم يحاولوا يوصلوا للمشتري، ورغم صعوبة الموضوع وانهم هيكبروا يوصلوا للانتربول علشانه. وكمان جيان بيطلب فيديو الاستجواب. تاني يوم الصبح بيجي لهم بلاغ بسرقة شقة. السارق فتح الخزنة بطريقة متطورة جدا وساب المجوهرات والفلوس اللي في الخزنة وسرق رواية بس. وفي المستشفى شوانج هي اللي بتبدأ تهتم بيونجي، وكمان بتكون مكلفة بمراقبته لان جيان حاسس ان في حاجه غلط. وبعد شويه بيطلع وينجي وبيطلب منها اكل من مطعم معين، والمطعم ده ما عندوش توصيل. اول ما بتقوم بترجع تاني وبتقول ان المكان اللي قال عليه بعيد جدا، وقبل ما ترجع بالاكل هيكون برد. بتقول له انها تطلب من مطعم المستشفى يعمل له نفس الاكل. ولما بيحس وينج ان مفيش امل بيقول لها انه هيدخل اوضته. بيفتكر بقى رساله دينج، وهي لو عايز يعرف الحقيقه يبقى لازم ينفذ له مهمه، ولو فهمه هيزعق. وده تفسير العصبيه الغير مبرره اللي حصلت. بنروح للقسم وبيتناقشوا في التفاصيل اللي وصلوا لها، واولها نقفل باب البيت قفل متطور بيغير الباسورد بشكل يومي، مش سهل ان حد يكسره. لفك تشفيره كان حد مع السارق اللي دخل البيت. ولما بنشوف كاميرات المراقبه بنشوف انه نفس الراجل اللي كان مهدد بقنبله. بيجي هنا اكتر سؤال منطقي، ليه حد يسرق روايه اصلا؟ بنعرف ان جيم امن على الروايه ب10 مليون، وبعد المعلومه دي بتبقى هي ودار النشر من المشتبهين فيهم مش الضحايا. بيقول بانج لجيان انه قابل حد شغال مع جيا اللي بيقول له ان في حد في المجال اسمه شيلي اختفى فجاه. بيروح لعنوانه، لما بيدخلوا من حاله الشقه بيفهموا انه هرب فجاه. بتكلموا شوانج وبتقول له ان جيا طلع في الاخبار وبتناشد السارق انه يرجع لها الروايه بتاعتها قصاد اي مبلغ يقوله. جيان بيشوف ان في حاجه غلط وانهم بيوجهوهم للروايه، وفي نفس الوقت بيكون وينج بيقول نفس الكلام، ولو عايز يسرق الروايه دي عادي كان هيسرق معاها كل اللي في الخزنه علشان ما يلفتش النظر، وانه اكيد سرق حاجه تانية ومحدش راضي يقول. بالليل بيكمل جيان وفرقته التحقيق في قضيه دينج. بيبدا جيان يوزع مهام علشان يفهموا معنى الاغنيه، لكن بيركز ان دينج بيتحرك صوابعه وقت الاغنيه، وبيبعت الفيديو لحد بيفهم شفره موريس علشان يعرف ايه الرساله دي. بنعرف ان وينج اتعلم اللغه دي من وقت ما كان عايش مع ابوه. وفي نفس الليله بيقبضوا على شيلي، وجيان بيطلب من شوانج تيجي. واول ما شوانج بتمشي وينج بيخرج من المستشفى. اللي ما يعرفوش ان بانج واقف في الريسبشن وبيراقبه من بعيد. بيروح للتحقيق مع شيلي وبيحكي لهم انه اتخطف واتعلق قنبله على رقبته وكان لازم ينفذ. ما شافش وش المخطط لانه كان لابس ماسك خنزير طول الطريق، لكن شاف وش المهندس اللي ساعده في فك شفره الباب والخزنه وكمان نقل البيانات. كلام جيان بيطلع انه صح، انه ما راحش علشان يسرق الروايه لكن علشان ياخد نسخه بيانات من جهاز شبه الموبايل، لكن ما يعرفش هو ايه. بالنسبه للروايه هو ما كانش عايزها وحطها في خزنه من الخزن اللي بتبقى في الشارع. وعند وينجي لما بيكتشف مراقبه بانج ليه بيدخل سوبر ماركت وبيشتري حاجات وبيرجع للمستشفى. لكن لما جيان بيعرف بيفهم انه عارف انه متراقب، لانه مش طبيعي يروح لسوبر ماركت على بعد نص ساعه مشي وفي سوبر ماركت جنب المستشفى على طول. بيروح جيان وشوانج علشان يجيبوا الروايه، مسؤول عنها بيديله المفتاح الاحتياطي. اما عند وينجي فبيفتكر باقي رساله دينج انه لازم يروح يجيب حاجه من خزنه رقمها 5972 في اوضه تبديل الرجال التابع حمام سباحه شوالانج في اول يوم في الشهر اللي جاي. بيعرفوا كلمه المرور، وبعد كده هيجي شخص الساعه 12 الصبح هياخد منه الحاجه دي ويقول له السر. بيطلع وبيعمل مكالمه تليفون مستشفى. وتاني يوم الصبح بتوصل شوانج وبيقول لها بانج ان صاحبه جه الصبح ومعاه شنطه كبيره بس ما يعرفش فيها ايه. بنعرف ان رغم ان تافي هو اللي جابها لكن ما يعرفش فيها ايه. بيوصل جيان الروايه لجيا وبيسالها على الجهاز وبتقول له انه بتاع جوزها وانه ما اتسرقش وانه اخده معاه الشغل. بيجمعوا معلومات عن جوزها بدايه من اسم دونج، بيشتغل في شركه شوان المسؤوله عن انظمه الامان وتطويرها. وبنرجع للمستشفى وبنشوف ان وينجي خلى صاحبه ينام على سريره وبياخد موبايله وبيدور على مكان حمام السباحه. بيوقفوا كلام جيان ليه ان هو اللي هيحدد الناس بصوا له ازاي، ولما قال له انهم بقوا اصحاب برضه بتيجي صوره دينج قدامه. بيروح للشركه اللي فيها دونج واللي بيكون ما عندوش ادنى فكره ان البيانات اللي على الجهاز تاخد منها كوبي. بنعرف ان الجهاز ده عليه بيانات الشركه بما فيها انظمه العملاء بتوعهم كلهم وبيواكب التحديثات وبيرسلها للعملاء. بنرجع للمستشفى واخيرا بيتكتب خروج لوينجي. الدكتور بيقول له ينزل يدفع المصاريف، ولما بيقول له يستنى لغايه لما يخلص المحاليل بيقنعه علشان دلوقتي في خصم. لما بيخرج من الاوضه مش بيلاقي شوانج بره. مجرد ما بيمشي بتدخل شوانج وبتحاول تفتح الشنطه لكن بيكون مقفوله بكلمه سر. لما بينزل تحت بيكون في زحمه لدرجه انه قدامه 50 واحد، والغريب ان مفيش خصم. وبذكاء وينجي بيستوعب ان في حاجه غلط وبيطلع جري علشان يلحق الشنطه. اخيرا بتقدر شوانج تفتح الشنطه وبيدخل وينج الاوضه فجاه وبيشوفها بتقشر له تفاح وبتساله عن مكانه ولو الدكتور عدى عليه. بيقول ان بس حس بالم في بطنه علشان كده طلع. بيدخل على الحمام على طول وبيشيل جزء من خشب السقف وبيطمن على الحاجات اللي حاططها. في نفس الوقت بيتناقشوا حوالين قضيه نسخ البيانات اللي حصل من علي في الجهاز، وده معناه ان كل الاماكن المتعاقده مع الشركه دلوقتي معرضه للسرقه ومش هيبقى في اثبات واحد حتى. شركه شيان دلوقتي بتعمل ترقيه لنظام الحمايه بالكامل
بس محتاجين 12 ساعة وحاليا باقي 7 ساعات. عشان يخلصوا لازم يستغلوا الوقت ده. أول حاجة بيجمعوا كل الشركات المتعاقدة مع الشركة نظام الأمان، وإنهم كمان يوصلوا البيانات عن المهندس اللي شافوا شيلي. في نفس الوقت بنشوف المهندس متعلق في رقبته قنبلة مظبوطة على 7 ساعات وبيشتغل على تهكير البرنامج قبل التحديث. بعد ما جيان بيوزع المهام على باقي الفريق بيروح للمستشفى، وشوانج بتقول له إنها ما لقيتش حاجة في الشنطة غير هدوم وكتب، حتى الأوضة ما فيهاش حاجة. بيدخل لأوضة وينجي وبيرجع له الموبايل والسلسلة بتاعته لأنهم خلاص خلصوا القضية وخلاص دينج هياخد جزاؤه. بيقولوا انه فهم ليه دينج كان عايز يجنده بعد ما عرف من زميلته انه عرف يحلل عمليه السرقه اللي حصلت. طب انه يفكر كويس هو عايز ياخد ايه وياخد انه جانب، وانه عايزه معاهم في الشرطه، وكمان عايز مساعدته دلوقتي لو هو مكان الحرامي هيقرر يسرق انه مكان. وفي نفس الوقت ده شوانج بتتكلم مع فاتي وبتعرف تطلع كل حاجه منه، بتعرف تاخد منه الحقيقه، وبتعرف ان هو اللي سرق اللاب. لما عرف وينج لامه على اللي عمله اخده علشان يرجعه، لكن شافه واحد وقال للامن، ومن ساعتها وكل الناس فاكره ان هو اللي سرق وتحمل اللي هم كان صاحبه. بيخرج جيان من الاوضه وبيطلب من شوانج تفضل في المستشفى. بنرجع للقسم وشيلي بيشوف صور المشهورين في مجال الالكترونيات، بيطلع صوره المهندس وبنعرف انه من اشهر المهندسين في مجاله واختفى من اسبوع تقريبا، وزوجته مبلغه عن غيابه. بيجتمع الفريق علشان يحددوا المكان اللي هيتسرق. مشكلة انه معاهم 28 مكان، وعند وينجي برضه بيجمع معلومات عن كل الاماكن من عين واحده هيسرق. مين هيسرق وكمان هيسرق ايه. خلال وقت طويل جدا بيكون القسم لسه بيدور على هدف السارق الحقيقي. بنروح للمهندس اللي بيكون فاضله 12 ثانية لغاية اللحظة دي ما قدرش يهكر النظام بسبب سرعة الشركة. اخيرا الشركة بتاعت شيان بيقدروا يخلصوا التحديث اخيرا. مفاجأة ان المهندس بيفضل عايش، وبنشوف انه يقدر يخترق النظام في اخر ثانية قبل التحديث، والشركة ما بيكونش عندها علم. بنرجع للقسم اللي رغم ان الشركة حدثت النظام، لان جيان بيكون عنده هدف اكبر انه يوصل للراجل اللي ورا كل ده، لانهم ما عندهمش اي طريقه يتاكدوا بيها ان النظام ما اخترقش قبل التحديث. بيروح لمجموعه والمره بنشوفهم وبيكلموا نفس الراجل اللي لابس قناع الخنزير وبيديهم امر انهم يتحركوا، وبيلبسوا كلهم اقنعه خنزير وبيتحركوا. بيكمل جيان بحثه وبيكون اكتر مكان شاكك فيه انه يبقى الهدف محل مجوهرات واخد اكتر من دور. اللي يخليه اكتر مكان معرض لسرقه ان الاداه الوحيده اللي بتامنه نظام امان الشركه، ورغم ان المحل ما فيهوش غير عينات ودي ملهاش قيمه لانه بيبيع في اليوم ما يقرب للمليون. كل يوم الصبح البنك بيبعت عربية وبتاخد تحصيل اليوم اللي قبله ما عدا أيام الويك إند. بالتالي من يوم الجمعة ليوم الحد الفلوس بتفضل في المحل، وده ما يقارب 4 مليون. بيصادف إن النهاردة الحد وكده الخطة مكتملة. فورا جيان بيطلب إنهم يزودوا الأمن للمحل، وفي نفس الوقت بتجيله مكالمة من وينجي وبيقول له نفس الاستنتاج اللي وصل له، بيكون عنده معلومات أكتر شوية، ويعني السوبر ماركت اللي في نفس البناية بيفتح لغاية الساعة 9:30 بالليل. لكن بنسبة كبيرة المحاسب بيفضل لغاية وقت متأخر علشان يخلص شغله، والعربيات اللي بتوصل الخضار والبضائع بشكل عام بتبدأ توصيل بداية من الساعة 2:30 الفجر. بكده السارق عنده وقت قليل علشان يسرق المحل، لكن ما زال 4 مليون مش هو الرقم اللي يستاهل يعملوا كل ده علشانه، والاتنين بيشكوا ان في حاجة موجودة في المحل بشكل مؤقت وده اللي عايزين يسرقوه. بيقفل معاه وفورا فريق البحث بيبدأوا يدوروا ورا ايه الحاجة الغالية اللي ممكن تكون موجودة في المحل، وكمان يتأكدوا ان السوبر ماركت. في نفس الوقت بنشوف ان العصابة بتدخل لمحل المجوهرات وبيقدروا يدخلوا بسهولة لانهم متحكمين في نظام الامن وعارفين الباسورد. بنرجع تاني للقسم بعد الرجوع لصاحب المحل بتاع المجوهرات. بيعرف انه محتفظ بألماس غالي جدا ثمنه يوصل ل10 مليار في مكتب المحل، وبكده يكونوا يتأكدوا من هدفهم، ويطلب من كل القوات القريبة تسبقوا على المكان. بسبب قلة العناصر البشرية بيطلب جيان من شوانج انها كمان تروح للمكان. بيطلع فردين من الامن علشان يشوفوا المكتب، لكن العصابة بيعرفوا يستخبوا منهم. في نفس الوقت بنشوف وينجي بيخرج وبيروح على السطح بجهاز الحبل زي اللي استخدمه قبل كده، وبعد كده بينزل وبياخد اقرب تاكسي علشان يوصله لحمام السباحه. بنرجع تاني للعصابه وبنشوفهم هما بيفتحوا الخزنه وبيوصلوا للالماس. في اللحظه دي بيوصل جيان وبيأمن كل مخارج المبنى، ولما بيطلع للمكتب بتكون العصابه سرقت الالماس وخرجوا خلاص. بيطلع فورا ورجالته بيتفرقوا في المبنى كله علشان يلاقوهم. لاحظ جيان صموله واقع على الارض وبيفهم انهم بيهربوا من فتحات التهويه، ومن خريطه المبنى بيعرف المسار وبيستنوهم في الجراج. وبعد شويه جري واكشن اخيرا بيقدروا يقبضوا على العصابه كلها. بيروح لحمام السباحة وبيفتح وينج الخزنة وبيلاقي الصندوق، لكن بتدخل عليه واحدة وبتكون عارفاه لكن هو ما يعرفهاش. الغريب انها بتكون مستغربة وجوده، كمان معهاش اي معلومة ليه، وكل اللي فارق معاها الصندوق. وطبعا وينج بيرفض يديهولها. فورا بتهجم عليه وبتحاول تاخد الصندوق بالعافية لدرجة ان موبايله بيقع، فبيزوقها وينج وبياخد الصندوق وبيجري. لما بيوصل عند حمام السباحة بتوقعه في المية وبتاخد هي الصندوق وبتمشي بهدوء. بيرجع وينج لأوضة تغيير الملابس وبياخد موبايله وبيكون معاه تلت ساعة على وقت مرور الممرضات، وحقيقي بيكون بيسابق الزمن. اما عند جيان فبيكلمه المحقق المكلف بفك رسالة دينج وبيقول له ان دينج كان مخبي ايده علشان يتجنب الكاميرا،
وده مخليه مش عارف يجمع الجملة كلها، مجمع كلمات بس. بيقولوا الكلمات اللي جمعها واللي من ضمنها تاريخ وساعة اللقاء اللي عدوا خلاص، وكمان كلمة يتعصب. بيفتكر جيان عصبية وينج الغير مبررة بالنسبة لهدوء المعتاد، ويطلب من هاو يروح على المستشفى. بيوصل وينج المستشفى، لكن بيشوف ان جيان ومجموعته وصلوا قبله، وبيستنى يدخلوا الاسانسير وبيستخدم الاسانسير التاني. في الوقت ده بيكون وقت مرور الممرضات، ولما بيوصلوا لأوضة وينجي الباب بيكون مقفول من جوه، وبتروح واحدة فيهم تجيب المفتاح. بيوصل جيان للأوضة وبيلاقي الممرضة مستنية المفتاح، وده بيقلقه جدا. ولما بيفتح الباب بيدخل وبيلاقي وينجي مش موجود، وفاتي نايم على الكنبة. فجأة بيشوف وينجي بيطلع من الحمام وبيعمل انه متفاجئ من وجودهم، وبيتضح انه طلع للسطح ونزل بالحبل للأوضة، ودخل الحمام وغير هدومه في وقت كانوا بيجيبوا المفتاح. بيلاحظ جيان تليفون وينج المكسور وكمان نبضه السريع، لكن ما بيفكرش كتير وبيمشوا. اول ما فاتي بيدخل الحمام بيشد وينج الحبل علشان ما يسيبش اي دليل، وبيدخل الحمام وراه وبيطلع الحاجات اللي كانت في الصندوق. نعرف انه طلعها من الصندوق لانه سمع صوت حد جاي قبل ما توصل. الحاجه دي بصمه كف كامل وقزحيه. اما عند الست اللي اخذت الشنطه فاضيه، فبتكلم نفس الراجل اللي احنا ما بنعرفش هويته، وهنديله اسم العائل المدبر لغايه لما نعرف اسمه. بتحكي له اللي حصل بدون جزء، ان وينجي عايز يعرف الحقيقه. بتكون مش عارفه هل الحاجه ما كانتش موجوده من الاول ولا وينجي اللي اخدها. يقول لها ان اكيد دينجي عمل كده علشان يخلص من وينجي، بس ما يعرفش انها شغاله معاه. بنعرف ان اللي عمل بصمه الكف والعين واحد اسمه فلاي، ودينجي كان حاله الوصل ما بينهم. ولما بتخاف الست ان دينجي يكشف خطه العائل المدبر للشرطه، بيطمنها لان دينجي ما يعرفش كتير اصلا، ولو اعترف مش هتفرق. بيقول لها انهم يبداوا في الخطه بي، وبتسيبهم الحاجه مع وينجي دلوقتي، برغم ان الخطه بي مخاطرها كتيره لانها بتوافق عشان ينفذ شرطها اللي هنعرفه قدام. بيروح لقسم الشرطه، واول حاجه بيعملوها انهم بيعرضوا العصابه على المهندس وشيري علشان يطلعوا اللي كان معاهم، لكن ما بيتعرفوش على حد. المهندس بيقول لهم انه قدر يسجل صوت الخاطف وبعته على الموبايل بتاعه. لما بيسمعوا الصوت بيعرفوا انه متعدل، فبيحطوه على برنامج ويرجع للصوت الاصلي. مفاجاه ان الصوت لست. بيحاول من العصابه اللي بتكون على نيتها، وكالعاده اخدوا الامر من التليفون وهيسلموا الالماس بعد 3 ايام وياخدوا 5 مليون. بالنسبه لهم ده كان زي الفل. في الوقت ده بتكون الست بدات في الخطه فورا، وانها بتحط صورتها مكان موظفه في شركه شيان وطلع لها كارنيه. تاني يوم الصبح بيجتمع جيان بفريقه وبيتناقشوا في المستجدات، ولأول مرة بيستوعب انه كان بيحمي الشركات اللي متعاقدة مع شركة شيان، ومفكر انه ممكن تكون هي الهدف. بيطلب من الفريق الالكتروني انه يروح للشركة ويشوفوا ايه الجزء اللي اتغير بعد الاختراق. بيطلب ان المهندس يروح معاهم علشان مهاراته اللي اثبتها. ولما بيوصل للشركة جيان بيقعد مع دونج وبيعرف مهام الشركة كدردشة مش تحقيق، وبيقولوا ان الشركة بتأمن الاماكن الكترونيا، لكن كمان العملاء المميزين يقدروا يطلبوا اي حاجة وهما بينفذوها. زي مثلا لو عايز ينقل حاجة غالية بتروح له عربية مصفحة محدش يقدر يخترقها، وجواها ناس متدربة على اعلى مستوى. ده غير كمان ان الحاجة اللي بتنتقل بتتربط بايد موظف من الشركة بكلبشات ما بتتفتحش غير ببصمة ايد المستلم. وفي نفس الوقت ده بيكون وينجي بيجهز نفسه علشان يخرج من المستشفى. بيطلب من شوانج انها توصل له هو فاتي. بنشوف نفس الست بس مغيرة شكلها وبتروح بصفتها موظفة. ولما الراجل بيرجع للشركة علشان تكشف على الكارنيه بيبان انها موظفة لانها مغيرة البيانات، والست بتكمل خطتها وبتدخل للشركة لتوصيل حاجة قيمة للفندق. لتاني مرة بيستوعب جيان ان العقل المدبر كان بيشغله بقضية علشان يعرف يعمل اللي هو عايزه، وانه مع الاختراق يقدر واحد يدخل وسط الحراس وبكده يبقى حاميها حراميها. وده اللي بيحصل دلوقتي. بنشوف الست وهي المسؤولة عن الشنطة اللي هتوصل لفندق اسمه توجل، رجل أعمال مشهور جايبها هدية لمراته. بيرجع جيان وبيسأل دونج عن المهمة اللي عنده النهاردة، والمرة دي مش دردشة. فبيقول له إن عقد دموع القمر. بيبدأ جيان يستوعب إن كل حاجة من الأول مرتبطة ببعض، وبيبدأوا يشوفوا حركة العربية اللي بتنقل العقد بتكون في طريقها وبشكل طبيعي جدا. لما بيشوف المسؤول عن الشنطة هنا بتكون صدمة لأصحاب الموظفة الحقيقية إنها مش نفس الصورة. كده خلاص بيكونوا اتأكدوا إن تفكير جيان صح. كل القوات بتتحرك المبنى مع محاولة للتواصل مع العربية عن طريق التليفون، لكن بسبب جهاز التشويش اللي في شنطة الست بيكون التواصل مستحيل. حتى رجل الأعمال تليفونه مقفول، وبتواصل مع شوانج علشان تروح على المبنى على طول. بتقول إنها توصل لتونجو على طول. تطلب من وينج وصاحبه إنهم ياخدوا تاكسي وينزلوا، ووينج بياخد تاكسي لتولجو وبيسيب فاتي وبيروح لوحده. توصل الست الفندق ومعها الحرس، وبتطلع لأوضة رجل الأعمال بيفك الكلبشات وبيفتح الصندوق ببصمة إيد مراته. في الوقت ده بتفتكر الست آخر لقاء ليها بالعقل المدبر، ولغاية دلوقتي هي الوحيدة اللي كلمتها وجها لوجه. الاتفاق معاه إن دي آخر مهمة ليها وبعد كده هيسيبها في حالها. بترجع تاني للواقع. بتطلب الست إنها تلبس السلسلة لمرات رجل الأعمال، وبتقول لها إن اللؤلؤة بتنور في الضلمة كأنها قمر. بتقفل الستاير والنور علشان السلسلة تنور. بعد ثواني مفيش أي حاجة نورت. لما بيفتحوا النور تاني ما بيلاقوش الست في الأوضة، غير إنها كمان قفلت الباب بالكلبشات وهربت. بتروح على الحمام وبتكون مجهزة شنطة وبتغير هدومها وبترجع لشكلها الأصلي. في الوقت ده بتوصل شوانج وبتطلع في الأسانسير وراها وينجي
اللي بيستنى الاسانسير التاني وهو داخل وبتكون الست خارجه. بعد ما بيدخل الاسانسير بيفتكر ان شافها عند حمام السباحه، ويوقف الاسانسير وبينزل تاني وبيمشي وراها للجراج، بيشوفها وهي بتهرب بموتوسيكل وطبعا بتبقى اسرع منه. وهي بتهرب بيوصل جيان وباقي فريقه، ولما بيشوف جيان واحده راكبه على الموتوسيكل بيشك فيها وبيتاكد لما بيطلب منها تقف وبتهرب منه. فورا بيجروا وراها بالعربيات وينجي وراهم بالتاكسي، يحاولوا يحاصروها من كل مكان لكن بتعرف تهرب منهم، لكن بتعمل حادثه مع عربيه في تقاطع وبتقوم وبتكمل هرب عن طريق الجري. بترمي الخوذه بتاعتها في مكان علشان تشتت الشرطه وبتهرب من الاتجاه التاني وبتروح لموقع بناء. ورغم هروبها من الشرطه ما بتغيبش عن عين وينجي، بيروح وراها لغايه لما بتطلع للدور الاخير وبيسالها عن السرقه، فبتنصحه انه ما ينتقمش لابوه، ودي بتكون صدمه لوينجي ان ابوه اتقتل وما كانتش حادثه. بتوصل الشرطه في الوقت ده فبتمسك سيخ حديد وبتهدد الشرطه بقتله، وبتشوف رافعه جايه ناحيتهم وبتقول لوينجي في ودانه ان اللي بيحاول يوصل له هي كانت بتهرب منه، ولو مش عايز حياته تنتهي زي ابوه لازم يوقف. وبتزقه وبتنط وبتمسك في الرافعه. ايه ده؟ بتفلت وينجي بينط بتهور وبيمسكها وبيحاول يطلعها، لكن هي ما بتكونش عايزه يتقبض عليها. بتقول له ان الوحيد اللي اتمسك بيها من غير سبب، تسيب ايده وبتقع وبتموت للاسف. بيروح جيان بيزعق لوينجي بسبب تهوره اللي هيموته مره، لكن بيوقف تهزيقه وفريقه لما بيقولوا انهم ما لقيوش العقد معاها. وبعد بحث في المبنى كله ما بيلاقوش برضه. وينجي مش بعيد عن الشك، وبعد التفتيش وتفتيش شنطته ما بيلاقوش حاجه. كمان ما بيلاقوش الحاجات اللي اخدها من حمام السباحه، وبنعرف ان حطوهم في الشنطه الكبيره اللي مع فاتي. وبعد ما خلصوا تحقيق في المكان بيرجعوا للقسم من غير العقد. وتاني يوم الصبح بيروح وينجي علشان يحكي اللي حصل، وانه لما وصل للفندق وشافها مشي وراها وشافها وهي راحت ناحيه اللوبي، كانت مدياله ظهرها وما شافش عملت ايه وخرجت للجراج على طول. في نفس الوقت بيكون جيان وجزء من فريقه بيراجعوا الكاميرات بتاع الفندق وبيشوفوا تحركاتها واللي فجأة بتختفي من كل الكاميرات. جيان بيمشي بنفس مسارها وبيلاحظ وجود أعمدة، ولما بيروح ورا الأعمدة بيختفي هو كمان من كل الكاميرات. بيلاحظ جيان إن في حاجة بتعكس الضوء في بسين صغير جنبه بتكون العقد. في الجامعة بينتشر خبر إن وينجي هو البطل اللي رجع اللوحة المسروقة، وصيته بيسمع في الجامعة كلها. كل ده بيكون من فعل لين علشان تعوضوا على الطفولة القاسية اللي عاشها بعد موت أبوه. بتحكي لصاحبتها شيو إن وينجي كان معاها في نفس المدرسة وهم صغيرين، وكان بيتعرض للتنمر من كل الأطفال التانيين وإنها ندمانة إنها ما وافقتش. وكان بيتعرض للتنمر من كل الأطفال الصغيرين وإنها ندمانة إنها ما وقفتش معاه وقتها. ولما شافته في الجامعة معاها اتشجعت علشان تعوضه على اللي حصل زمان، واللي عملته النهارده جزء من حقه لأنه شخص مستقيم ورغم كل اللي حصل معاه، لأنه مازال بيحاول يكمل حياته بعيد عن أي طريق غلط، وده السبب اللي خلاها تحبه. ولما بيدخل وينجي الجامعة بيتفاجئ من كم الناس اللي بتشجعه، دي حاجة بتفرحه رغم انه بيحس بإحراج. وبالليل وينجي بيروح للمطعم اللي شغال فيه لأن جيان مستنيه هناك، بيقول انه جاي علشان يقعد يتعشى معاه ويحتفل بانهم خلصوا القضية. أول حاجة بيعتذر لجيان انه زعقله في موقع البناء، لكن بيقول له انه عمل كده من خوفه عليه. بيطلب منه يتصرف على انه طالب من هنا ورايح، والطالب بيذاكر وبيحضر دروسه بس. لكن وينجي بيحس ان جيان جه لسبب تاني وبيطلب منه يقول السبب. مع إصرار وينجي بيسأله جيان عن اللي وشوشته بيه الست قبل ما تموت. جيان بيلاحظ انه مش عايز يرد وبينهي الكلام انه اكيد نسي وخلاص ما يتعبش نفسه. بعد ما بيتعشوا كل واحد بيروح، وينجي بيكون حاسس بالذنب انه بيكذب على جيان رغم انه بيعامله كصديق وبيحبه. بيفتكر كلام الست ومش فاهم قصدها عن الحاجه اللي هو بيقرب لها وهي عايزه تبعد عنها. بيفتكر يوم عرف بموت ابوه لما الضباط جم اخدوه من المدرسه. وتاني يوم الصبح بيقعد وينجي في المكتبه وبيجمع معلومات عن يوم الحادثه اللي حصلت لابوه من 12 سنه. هو في المكتبه بتيجي شيو وبتساله عن علاقته بالشرطه لانها بتكون فاكره ان ليه ضابط قريبه. لما بيعرفها انه بس كان شاهد في القضيه بتنهي الكلام وهي محبطه وبتمشي. بيحس وينج ان في حاجه غلط لكن بيكمل اللي بيعمله. بيروح للقسم وبيكونوا جمعوا معلومات عن الست اللي اسمها شوتينج. بنعرف انها مطلوبه دوليا في اكتر من دوله وانها جت المدينه من 3 شهور. وكمان بعد التشريح بيلاحظوا ان في ندوب قديمه على جسمها ومن وهي طفله. بيطلب جيان خط سيرها طول الشهر اللي قبل العمليه، وبسبب ان المعلومات مش كفايه بيروح جيان يقابل دينج تاني وبيشكره على مساعدته. بيقول ان الشخص اللي دلهم عليه مات خلاص. دينج بيفرح جدا وبيقول ان كده انتقم لانه كان عنده مشاكل مع ابوه. جيان ما بيفهمش هو قصده ايه وبيقول له ان اللي مات شويتينج. ده بيصدمه لان كان مستني خبر موت وينجي وبيرفض يقول اي معلومه. اما وينجي فبيكون بيدور على معلومات تاكد له ابوه عايش ولا ميت. وبيروح للسجل والموظفه بتقول له انهم وقفوا بحث عنه من زمان، لكن من حقه يطلع على شهاده الوفاه بدايه من 2 من اختفائه علشان يستفيد بالورث، خصوصا ان ابوه عنده عماير. وينجي ما بياخدش قراره، بيروح للقسم اللي كان بيحقق في القضيه بيقول له الظابط انهم ما لقيوش باباه في الميه رغم انهم دوروا عليه لمده شهر. ياخد وينجي حاجه باباه اللي كانت معاه في العربيه. في الوقت ده بنشوف العالم المدبر بيكلم شاب وبيتفق معاه انه يتحرك بمجرد ما تحصل الحاجه اللي متفقين عليها، وبرضه الشاب ما بيشوفش وشه. بيرجع وينجي للبيت وبيلاقي فاتي بيستنيه، لكن قبل ما يدخلوا بتجيله مكالمه من لين بتقول له ان شيو ما رجعتش فاضل 10 دقايق والسكين يقفل.
بيفتكر وينج اللي حصل في المكتبة وبيحس بتوتر وبيروح على السكن. لما بيوصل بتكون شيو أخيرا ردت على لين، لكن ما بتقدرش تقول هي فين، ومن طريقتها بيكون باين إنها بتودعها، وجنبها صوت جرس. بتقفل معاهم وبيقفل موبايلها، ونشوفها واقفة على مبنى عالي وفيه ساعة. بيستوعبوا إنها في الجامعة بسبب صوت الجرس بتاع الساعة، وبتروح لهناك فورا. بيدخلوا المبنى وبيسألوا الحارس، لكن فجأة بيلاقوها بتقع من فوق وبينقلوها على المستشفى فورا، لكن للأسف الدكتور ما بيقدرش ينقذها. وأكيد اللحظة بتكون صعبة جدا على الكل، وكمان الخبر بينتشر في الجامعة كلها، لكن بينتشر كمان صورة ليها غير لائقة ومحدش بيكون فاهم حاجة. بيوصل جيان للجامعة وبيقعد مع التلاتة وبيسأل لين شوية أسئلة عن احتياجها للفلوس كان عامل ازاي، وشكلها وحالتها المادية كانت عاملة ايه. وينجي بيستغرب أسئلته لأنها مفروض انتحرت، لكن جيان بيقول لهم إن في حاجة لقيوها، وهم بيفهموا إنه بيتكلم على الصور. وبيرمي القنبلة إن الصور حقيقية مش متفبركة، ولين بتعرفوا إنها كانت مرتبطة بواحد من على النت، بس آخر فترة حالتها النفسية كانت وحشة، بس ما تعرفش السبب. بيرجع جيان للقسم بعد ما أخد أقوالهم، وبيبدأوا من موبايل شيو، لكن لما بيفتحوا تليفونها بيلاقوا عليه كارثة. يا ترى ايه هي الكارثة دي؟ ده بقى اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية. لو عجبتكم حلقة النهاردة ما تنسوش الدعم باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. الحلقة الجاية بقى هنعرف مين اللي ورا موت شيو، وهل ليه علاقة بالمخطط الكبير اللي بيعمله العقل المدبر، ومين هو من الأساس، وممكن يكون بابا وينجي لسه عايش كل السنين دي. كل ده بقى هنعرفه في الجزء الثاني. استنونا وما تنسوش الدعم.